عن علي عبد الله صالح الفلسطيني الأول. أراد من مبارك أن يعلن الحرب عام 2000. ظهرت مشادات بينهما على السطح. لو كان علي عبد الله صالح بحدود فلسطين آنذاك لأعلن الحرب، ولكانت المنطقة مختلفة بداية ونهاية. لمحة عامة رجال الانتفاضة الفلسطينية. كان هناك بندا سريا في المالية اليمنية، سري للغاية، يقضي بدعم الكفاح المسلح للفلسطينيين بالمال عبر أسماء عربية لا صلة لها بالنضال الفلسطيني، كسرية تنفي الأمر. كانت اليمن بقلة يدها تسعى لدعم الانتفاضة والكفاح المسلح عبر قنوات خاصة بها، وإعلان الدعم بصورة ظاهرة سوف يؤدي إلى تجفيف منابع التمويل لليمن، وأن اليمن في سعة من ذات اليد طالما تتبرع لفلسطين. ثم إعلان الدعم من الحكومات العربية كان يشمل إعادة إعمار ومعيشة فقط، فيما يقول علي عبد الله صالح: الكفاح فقط، الكفاح فقط. القبيلي الحاكم ذو الأدبيات الأصيلة علي عبد الله صالح يدرك كل الإدراك أن الفلسطيني المقاوم يحتاج فقط للقطع الآلية ولمال الانتفاضة أكثر من حاجته لبيت وضمان اجتماعي، فهو يضع مكانه بمكان كل أولئك الرجال. فما الذي يحتاجه؟ سلاح ومال. استثمر علي عبد الله صالح كل علاقاته ومكانته ودبلوماسيته مع رفاق عرب لإيصال الدعم إلى يد الرجال الذين يقتحمون المعارك. يجيبني أحد الضباط عندما سألته عن معسكرات الفلسطينيين في صنعاء: هل كانت اليمن قادرة على مواجهة التعنت العالمي جراء تدشين معسكرات تدريب للرجال المقاومين؟ رد الرجل بشجاعة: وهل صالح يخاف؟ توقف علي عبد الله صالح عام 2000 عن استقباله كل الوفود لزعماء عرب والمكالمات، وأوقف كل الزيارات، ورد قائلا على صحيفة عربية: عندما تتلقى الناس والمكالمات، ماذا تقول للناس الذين يتصلون بك كرئيس دولة ويسألون ماذا عملتم للشعب الفلسطيني؟ كانت عدن قبل الوحدة مدعومة من القطب الاشتراكي، وكان هناك تنسيقا كبيرا للحكومتين اليمنيتين على إيواء وتدريب الفلسطينيين في عدن، حتى الذين من الشمال. كون الشمال لم يكن مستندا إلى قوة كبيرة تحميه، ومن عدن أرسلت عشرات الآلاف من البنادق جهزتها الحكومتين، وتمت عملية التوصيل عبر دمشق. لم يقتصر دعم صالح بالجانبين الكفاحي والسياسي، بل بالجانب الاقتصادي، فقد جعل أولويات الاستيراد للمنتجات الفلسطينية، كما عفى المنتجات من الضرائب، وقام بإنشاء عدد من الطرق بين الأرياف الفلسطينية والمعاهد الفنية والتقنية ومدارس وجامعات وملاجئ. أثناء انتفاضة 2000 قام علي عبد الله صالح بزيارة الأردن، زيارة عاجلة ليصطحب العاهل الأردني إلى السعودية، ومن ثم دعوة عرفات ومناقشة سبل الدعم الفلسطيني. وقيل أن الملك فهد بادره بالقول: أنت فلسطيني أكثر من ياسر عرفات يا علي عبد الله صالح، أحييك وحده. كان يرى من القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى. قيل له: وأنت تبحث عن نصرة القدس، ربما تفقد صنعاء. رد صالح: ربما من الأفضل أن نفقد المنطقة كلها حتى تكون معركة تحرير واحدة تبدأ من صنعاء إلى القدس. وقف بخطابه السياسي كرئيس دولة. يجب الحذر في خطاباته بوجه شارون وبوش الأب والابن، وبوجه نتنياهو، وبشدة فلسطيني مقاوم. فنعت الرئيس الأمريكي بالإرهابي عندما وصف الفلسطينيين بالإرهابيين دون أن ترد السلطة الفلسطينية على بوش، بل تكفل في الرد علي عبد الله صالح ووحده من بين كل العرب. دعا لمحاكمة شارون وإيداعه معتقل غوانتنامو كمجرم حرب، وقال أن مقابل كل جندي إسرائيلي هناك 50 جندي عربي، وحذر من الخوف من البعبع. الإسرائيل وان أمريكا معهم فلتكن، وإنهم ضعفاء لا أقل. بشدة لا يمكن الإحاطة بكامل فلسطينية الزعيم الراحل علي عبد الله صالح، وهي لمحة بسيطة تزامن ما يحدث في فلسطين كذكرة وتذكرة.